أخبارنا متواصل على KBC. الصدق والمصداقية. دقت جمعية تضامن الصيادلة بوهران ناقوس الخطر بخصوص الأدوية المغشوشة والمقلدة والمستوردة بطرق غير قانونية التي تباع حاليا داخل الصيدليات، وذلك خلال الملتقى الدولي حول الأدوية المقلدة الذي احتضنه فندق ميريديان وهران بمشاركة 700 صيدلية و57 شركة تصنيع أدوية. إن كشفت رئيسة جمعية تضامن الصيادلة معزيز نور الهدى أن الدراسات كشفت أن أكثر من 100,000 مواطن جزائري يستهلك الأدوية المقلدة والمغشوشة. أكثر من 100,000 شخص يموت سنويا من مشكل المواد المغشوشة، وبالتالي بصفتنا جمعية تضامن الصيادلة أنا اليوم مع جميع شركات التوريد وشركات الاستيراد وأنا اتحدنا مع الصيادلة. عندنا 629 صيدلي في وهران و9827 صيدلي في الجزائر عامة، وهم معنا وهم حاضرين باش نقولوا أنا ضد المواد المغشوشة.